وحيث تصطدم الأمنيات وتكبر الأحلام ويعزف لحن الأمجاد الآسيوية في هذا الديربي الخليجي، في هذه القمة القطرية السوداء، في تشكيلة زعيم في هذا اللقاء بالنسبة لنادي الدحيل. لكن لدينا فرصة هلالية خطيرة، جول بدري الهلالي قالها من بدري ليسجل الهدف الأول. هنا الهلال يكشر عن الأنياب منذ البداية. الهلال يريد النهائي ويريد أن يرسل رسالة للجميع، هو الماضي وهو الحاضر وهو المستقبل يا آسيا. هدف أول وتقدم أول عن طريق إيجالو. تقدم كان ممتاز، وصلت بعد ذلك إلى إيجالو، أتت الراسية فأتى الهدف الهلال الأول بكرة إيجالو سجل، إيجالو وصل وبالمرمى اتصل. قبل أن أعرف عن الأسماء التي تمثل بطولة كوبا ليبرتادورس للمرة الثانية لريفر في عام 96، لكن هنا في آسيا موسى ماريغا عنده كرة من الطرف الأيسر الهلال من أجل الثاني الثاني من إيجالو. ربما الآن فرصة تأتي، ولكن صلاح زكريا يتصل. الذي لا يشبع من الألقاب، الفريق الذي يريد أن يحقق الآسيوية التاسعة على مستوى البطولات الآسيوية. تحدث هنا الهلال كبير آسيا، أصيف العالم، الزعيم، الفريق الذي سجل أولا ويريد هنا أن يسجل ثاني الأهداف في الوقت الذي تفاجأ نادي الدحيل بهدف مبكر. أكثر نقلة، لكن هنا كان تهيئ الكرة بتعود لمصلحة الطوفان لنادي الدحيل. الضغط العالي، افتكاك الكرة، وصلت خطيرة، بعد ذلك تصويبة قوية ولكن إلى خارج الملعب. يرسل الكرة إلى أقصى اليمين على انطلاقة ميشائيل يا ميشائيل، ماذا يفعل؟ ممتازة جميلة، الله 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 الله. نعم، حتى الخوف يهاب هذا الهلال، وما يفعل هذا الهلال. إيجالو كررها من جديد وأحرز ثاني الأهداف. ميشائيل شهيد الكرة والتقدم والوصول، المرور والتسديد، وبالتالي ثاني أهداف الزعيم يسجل الهدف الثاني. الهلال هدفان، الدحيل لا شيء. هكذا أصبحت النتيجة الآن. لكن أي بداية وأي شخصية، هي شخصية الزعيم فلا غرابة، هي شخصية الهلال فلا غرابة، هي شخصية. لكن هنا الأفراح الهلالية التي بدأت مبكرة. لدينا كنو عنده كرة في وسط الميدان، نقلة بعد ذلك من الطرف الأيسر، تمريرة فانطلاقة، فسالم موجود، سالم يحاول عرضية ثالث. الله 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 الله. اصعد بمجدك يا هلال، فأنت لا تمل الصعود. نعم، أنت لا تمل الصعود. هذا هو الهلال، يعشق الأهداف ويعشق الأمجاد ويعشق التميز. هنا من بدري في أول ربع ساعة الهلال يقسو على نادي الدحيل، شهيد الكرة والتمريرة والانطلاقة والوصول باتجاه سالم تقدم، سالم عرف كرة، أتت العرضية فسجل الهدف عن طريق ماريغا الهداف وهو المستقبل يا آسيا. هكذا يقول الهلالي وهكذا يتغنى بالفريق الأزرق. تمريرة وصلت عن طريق أولونغا من أجل هدف. أولونغا في محاولة، أولونغا في كرة تصويبة تأتي خطيرة راسية، ولكن عبد الله المعيوف كانت مميزة جدا. الهلال في بطولة كأس العالم للأندية كان وصيفا للعالم، والهلال هنا يبحث عن ثاني الأهداف. عرضية ترسل، راسية تحضر، خطيرة للهلال. ما هذا الهلال حقيقة بثلاثية نظيفة. كرة منقولة عن طريق سعود، وصلت إلى ماريغا. سعود عنده كرة، سعود يحاول، سعود يتقدم، سعود في تمريرة، وصلت عرضية خطيرة بين أقدام لاعبي نادي الدحيل في كرة في انطلاقة لا تأتي عن طريق المعز يحاول فيها التمريرة إلى أقصى اليمين، وصلت باتجاه إسماعيل في الطرف الأيمن، عرضية أولونغا، فرصة من المعز، الله على كرة جميلة، ولكن هدف خرافي. وبالرغم أنك أنت من جلبت له بطولة كوبا ليبرتادورس رفقة الريف، الخطأ فادح كان الخطأ. بعد ذلك المعيوف أنقذ مرماه في الكرة الأخيرة.
كرة تصل عالية، منقولة كرة باتجاه موسى ماريجا، راح الرابع الله 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 الله. أصبحت 4 لأن ماريجا كان على موعد مع صلاح زكريا ليسجل الهلال رابع الأهداف. ماريجا من لا يخذل الهلال يسجل الهدف الرابع. هنا البداية كانت بهذه الكرة، لكن هل كان فيها تسلل؟ حكم الإيقاف أشار إلى استمرارية اللعب، وصلت إلى ماريجا، ماريجا انفرد، ماريجا سدد، ماريجا سجل، لم يلمس الكرة أي من اللاعبين، لم يكن هناك تسلل، وبالتالي وضعية سليمة، وضعية صحيحة، ماريجا في الشباك يسجل. فهذا الجمهور كان الرقم الصعب على الدوام، ومن خلفه هذه الجماهير بهذا الوفاء وبهذا الحب يا هلال لن يكون إلا الهلال. هنا الهلال يتقدم بالأربعة شباك فريقه هذا الكم من الأهداف، لكن لدينا فرصة. أولونغا والتصويب، لكن هناك المعيوف من صنع الرابع يتصدى لأول دحيل، من صنع الهدف الرابع للهلال يتصدى للكرة الماضية المعيوف اللي تألق أمام فولاد. وهنا الألحان بكرة القدم، الهلال من صاغ من كرة القدم شعرا وهي كرة، عزف منها فنا وهي كرة، رسم منها لوحات فنية فاخرة وهي كرة. الهلال أنت الوجه المشرق لكرة القدم الجميلة في آسيا. يا الله يا الله على نقلات، على لمسات، على سحر على هذا الهلال وما يفعل هذا الهلال. عينك على ماريجا، وصلت إلى سالم هذه المرة قال حان وقت التورنيدو، حان وقت الإعصار ليسجل خامس. الله لا حدود للفخر الذي يقدم هذا الهلال لجماهيره، ولا حدود للخوف الذي يصدر لمنافسيه. لدينا فرصة تأتي عن طريق أولونغا لدحيل، تصويب، لكن هناك عبد الله، لكن هناك المعيوف عن هذه المباراة بسبب الإصابة. كرة عادت لمصلحة نادي الهلال، منقولة كرة عن طريق حمد اليامي. أنا أعتقد أن هذا الشوط واحد من أفضل الأشواط في السنوات الماضية لنادي الهلال. منقولة كرة في وسط الميدان، تقدم من ميشائيل، يبحثون عن السادس، تمريرة إلى سالم يرسل كرة عرضية خطيرة تأتي، الله فلا يرحم لا يرحم لا يرحم. ماريجا يا ماريجا يا ماريجا يا ماريجا، الهاتريك من جانب ماريجا، والسادس الأهداف الهلالية، والسادس الأهداف الهلالية عن طريق موسى ماريجا. عينك على ميشائيل، من ميشائيل إلى سالم هدية أرسلها إلى موسى، خذها يا ماريجا، سددها يا ماريجا، سجلها يا ماريجا، عالطائر موسى ماريجا يسجل سادس الأهداف الهلالية. نعم زعيمكم هذا لا يرحم، هلالكم هذا لا أنا قلت بأن هذا الهلال يقدم لكم الكثير. هناك تسلل فيما يبدو، تسلل نعم على ماريجا، تسلل على ماريجا، نعم تسلل على موسى ماريجا، وبالتالي يلغى الهدف على حساب منتخب كوستاريكا. كرة منقولة، موسى ماريجا، تمريرة إلى الخلف، سالم والتمرير، هنا السادس من إيجالو، ولكن صلاح زكريا يتمكن من كرة بعد ذلك من سالم الدوسري عنده كرة، يا سالم الله على كرة سالم، لكن برافو حارس المرمى كذلك صلاح زكريا الذي غطى في اللقطة الماضية وحولها إلى خارج الملعب. لكن سالم الدوسري أفضل لاعب النسخة الماضية. يا سالم هنا عرض الكرة، وصلت هذه الكرة، ومن ثم صافرة حكم اللقاء تأتي لتعلن نهاية شوط أول كان صعب على نادي الدحيل. شوط أول كان شوطا صعبا على نادي الدحيل وشوطا جميلا
رائعا بالنسبة لكبير آسيا، بالنسبة لنادي الهلال. الشوط مع التغييرات التي أجراها المدرب كريسبو. هنا كرة خاطئة، فرصة هلالية عن طريق السالم السادس. والأهداف وحليف التألق من جديد. إيغالو هو من سجل، وإيغالو هو من سجلها، وهو من أعطى الهدف السادس لمصلحة الكتيبة الهلالية. صارت ستة. سالم الدوسري تمريرة، هل هناك تسلل أم لا؟ حكم اللقاء ربما في حديثي كذلك مع حكم تقنية الفيديو، هل يحتسب الهدف أم يلغى لإيغالو في اللقطة الماضية؟ رفع الكرة مثل ما كان يحب ووضعها مثل ما أحب ليسجل سادس الأهداف لمصلحة. يريد أن يواصل حص الألقاب وحص البطولات، وهنا في هذا اللقاء يريد أن يسجل المزيد من الأهداف. كرة منقولة عن طريق السالم إلى موسى ماريكا. السابع فرصة تأتي، لكن موسى في التغطية نطب في الكرة الأخيرة بتعود الكرة عن طريق موسى راح، موسى انطلق، موسى توغل، موسى أصيب، موسى يا ساتر يا موسى. سلامات يا من. يتقدم الهلال يبحث عن الهدف في السابع عن طريق سعود عبد الحميد. تمريرة في الوسط، عبد الله الحمدان نقلة، فكرة الخطوات ما زالت الكرة قائمة. يا سلام، الله! ضرب الهلال بالسبعة، يسجل الهلال بالسبعة، يعبر الهلال إلى نهائي بطولة دوري أبطال آسيا. إيغالو والرباعية، لكن عينك هنا لمسة، وبعد ذلك همسة، ومن ثم غمزة، ومن ثم وصول، فتمريرة، فعرضية، فتسديدة، فوصال، فهدف سابع للهلال. الهلال أي وصال مع الشباك يا هلال، أي قسوة مرة أخرى. نعم، من الظلم مقارنة الهلال ببقية الأندية، فمع كل هذه الإنجازات والبطولات والأرقام لا مجال حتى لهذه المقارنة. هذا الفريق الذي يفعل شيء كبير. تلعب هذه الكرة في وسط الميدان لمصلحة نادي الدحيل. مرور وتقدم خالد عندك كرة، حتى هدف. اعتبروني أشجع نادي الدحيل الآن إلى نقطة بعيدة لولا الإصابات التي لحقت بكتيبة المدرب رونار. واحد من تلك الأسماء التي أصيبت سلمان الفرج، اللاعب الذي لا غنى عنه في وسط ملعب الهلال، واللاعب الذي لا غنى عنه في وسط ملعب المنتخب السعودي، لاعب سلمان الفرج. نعم، لو لم تكن تلك الإصابات في كتيبة الأخضر، أنا في رأيي كان المنتخب السعودي سيصل لنقطة أبعد وسيواصل كتابة إلى خارج الملعب. وصافرة حكم اللقاء هنا تأتي إلى أحبة الكرام مشاهدينا متابعينا.